لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. تقبلنا منا ومنكم عيد ونكسن عيد ما عيد ذاك الخير يبرواق إلهي نقرسيو وترك الصومالي إلهي نبض كديو لبعض الله نقصاره إلهي ما ركت وتكن عن جوجنا خير كيس الله نصيو خير كيسنا الله نجدبو هو حبسك كجرا لبعض السنة حبسك ما ركت إلهي كسيتايو إلهي ما ركت لنا جراد حبسك كتلا كسيتايو وعدك يا خير كنا إلهي هو بجيو جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد رجال بيته المطهر وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد والشكر له على آلائه التي لا تقدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك فقهر وتعالى بالزيادة لمن شكر وتوعد بالعذاب من جحد وكفر تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء فعلوه في الزهور وكل صغير وكبير مستطر واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الانور والجميل الازهر طاهره وأرسل إلى الله وبشر وأنذر وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين العظيم وأتم عليكم النعمة ورضي لكم دينا. You want to do this job? I'm tired. My hand hurts. Oh yeah, hold it. You want to do it? It's not Jimmy, man. الإسلام دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الثناء والمجد لا رب لنا سواه ولا خالق غيره ولا خالق غيره ولا رزاق إلا هو مستحق للشكر والحمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثره. أما بعد ويا أمة الإسلام إن يومكم هذا يوم عظيم هو يوم الحج الأكبر وهو آخر الأيام المعلومات وأول الأيام المعدودات في هذا اليوم العظيم يجتمع الحجاج ليؤدوا فيه معظم مناسك الحج ويقربوا إلى الله بالعد والثلج. فيه يرمون الجمرة الكبرى وينحرون الهدايا فيه ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق ويسعون بين الصفا والمروة بسكينة وتحضير في هذا اليوم العظيم. يشترك فيه الحجاج وغير الحجاج بإراقة دماء الهدي والأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ولتعلموا وفقنا الله وإياكم أنه لا يجوز الأضحية بالهزيلة والمريضة والعرجاء والعوراء ولا العمياء والكسكرة ولا تجوز الأضحية بالهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا العضاء التي ذهب قرنها أو أكثر أذنها ولا الجداء التي
كشف ضرعها وبين ويبس منه الكبر. كما لا تجزي الجرباء ولا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن النعج ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7، والشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ولا يبيع منها شيئا، ولا تلقي الجزار أجرة منها. واعلموا رحمكم الله أنه يجوز الأضحية في الخصي والفحل من الأضاحي.